الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب النبي وآله وأصحابه أجمعين صلى الله عليه وسلم. فقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا التي تبشره بدخول المسجد الحرام وأداء المناسك مع الصحابة ومع المسلمين، خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الناس مستبشرا فأخبرهم بالرؤيا فاستبشروا وفرحوا. ومن العجيب أنه كان بعد هذه الرؤيا بوقت قليل كان صلح الحديبية، فاستبشر الناس وظنوا أن هذا الصلح سيكون سبب أن يدخلوا المسجد الحرام في هذا التوقيت وفي هذا العام ويؤدوا المناسك بعد الاشتياق لها، وذلك استبشارا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن حدث العكس، أنهم ذهبوا إلى صلح الحديبية فعقد الصلح، ولكن انعقد الصلح على أن يعود المسلمون إلى المدينة ويؤدوا المناسك ويدخلوا إلى مكة يؤدوا العمرة والمناسك في العام المقبل وليس في هذا العام. فكانت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم تخبر بالبشارة ستقع في العام المقبل وليس في نفس العام. طبعا كثر التساؤل وكثر الكلام، ولكن لله عز وجل حكمة في ذلك. وهذا ما يقع مع كثير من الناس، أنه يرى الرؤيا المبشرة ويكون سبحان الله هناك حدث متعلق بها، ومع ذلك لا تقع الرؤيا وتتأجل وتتأخر. ما تأجلت إلا لخير أو لدفع أذى وشر. رسائل كثيرة ومكالمات كثيرة تأتيني عن السؤال: لماذا أرى مبشرات كثيرة ومع ذلك لم تتحقق، أو الواقع يمشي في العكس؟ صبرا، أكررها كل مرة أكررها: صبرا، الصبر مع اليقين في الله عز وجل. لذلك أنقل لكم اليوم تجربة أخت من المغرب جزاها الله خيرا، وأشكرها معكم للمرة الثانية أنها نقلت لنا هذه التجربة وأخبرتنا بما حدث. كما ترون كلامها على الشاشة، عندما كنت أؤول لها الرؤى التي تبشرها بالدخول في مشروع، كانت الأسباب غير موجودة في هذا الوقت، يعني لا يوجد أي علامة ولا أي سبب يدل على أنها ستدخل في مشاريع أو أي شيء من ذلك. سبحان الله، بعد عدة أشهر وقعت الرؤى، رغم أنها كانت رؤى قليلة. أذكر أنها كانت رؤيتان فقط ووقعت بفضل الله، حتى كانت تتعجب من دقة التعبير وتطابقه مع ما وقع في الواقع، فما بالنا بمن يرى سيل من الرؤى. ذكرت أيضا في كلامها كما ترون على الشاشة شيء مهم جدا مع عدم علمها به، هو ادعاء وصلني من مشاهير أن النساء يملن إلى الشر في التعبير، ونعوذ بالله من ذلك. وهذه شهادة حق منها ولا علم لها بالموضوع، أننا بفضل الله في الرؤى المخيفة التي تخيف الرائي نوصل التعبير بطريقة لطيفة، طريقة لا تخيف الرائي ولا تضر أيضا بصحة التعبير، ولكن هو من فضل الله عز وجل. نأخذ جزء بسيط من الرؤيا التي بشرت فيها، هو الجزء المهم فيها. تقول: رأيت كأني دخلت مع زوجي وأولادي إلى مطعم، وكان نظام هذا المطعم مختلف عن المعتاد. كان نظامه أن تختار الطعام بنفسك وتأخذ القدر وتبدأ تطبخ الطعام لنفسك. فاختارت هي أن تأخذ شوربة الخضار وبدأت في طبخ المكونات. فقلت لها: معنى رؤيا أنك تدخلي في مشروع أو عمل جماعي قائم على اجتهادك الشخصي، ولكن رأس المال ليس لك، واختيار الخضار معناه أن المشروع يبدأ بسيطا ثم ينمو تدريجيا، بعكس مثلا لو اختارت طعام فيه دسم أو لحم معه دسم يكون رأس المال أكثر والربح أكبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لها أمرها وأن يوفقها وأن يتم لها الأمر ويرزقها من حيث لا تحتسب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.